عمرنا ما سألنا نفسنا ليه التلج لونه أبيض مع إنه أصلا مية شفافة؟ يعني لو جبت كوباية مية وجمدتها المفروض تبقى شفافة، صح؟ بس لأ، بنلاقيها بقت بيضة. في الفيديو ده هنعرف السر العلمي ورا الموضوع ده ومستعدين نكشف اللغز. يلا بينا. ليه المية شفافة؟ المية شفافة لأن الجزيئات بتاعتها مش بتعكس الضوء، فبتمر من خلالها من غير ما يحصل أي تغيير كبير، وده بيخلينا نشوف اللي وراها. ليه التلج بيبقى أبيض؟ لما المية بتتجمد الجزيئات بترتب نفسها في شكل بلوري معقد بيكون مليان زوايا وحواف صغيرة جدا، واللي بيحصل إن الضوء لما يخبط في البلورات دي بيتشتت في كل الاتجاهات، والمخ بيفسر ده على إنه لون أبيض. يعني اللون الأبيض اللي بنشوفه هو نتيجة لانعكاس الضوء في كل الاتجاهات. طب ليه في تلج شفاف؟ لو المية اتجمدت ببطء ومن غير فقاعات هواء البلورات بتكون أكبر وأقل تشتت للضوء، وده اللي بيخلي بعض أنواع التلج تبقى شفافة زي التلج اللي في مكعبات المصانع. لكن التلج الطبيعي اللي بيتجمد بسرعة أو فيه هواء جواه بيبقى لونه أبيض بسبب التشتت العشوائي للضوء. فاللي بيخلي التلج أبيض هو الطريقة اللي الضوء بيتعامل بيها مع البلورات بتاعته. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية عن أسرار العلم اللي بنشوفها كل يوم من غير ما نفكر فيها.